السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على أنصار الله، السلام على أنصار الحق جند الله. هذه الحلقة لن أطيل في أي مقدمة أو أي حديث عن أشياء أخرى. لعلكم هذه الأيام لاحظتم أني كنت سأتحدث عن خليفة آخر الزمان وما إلى ذلك، لكني في الحقيقة رأيت رؤيا تمنعني من أن أواصل الحديث في ذلك، وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن اليوم سنتحدث عن علم الزمكان في القرآن. الزمكان في القرآن تحدثت في حلقات سابقة منذ السنة الفارطة، منذ أكثر من سنة ونصف، عن الزمكان في القرآن، كلها في باب الاجتهادات والبحث والتدبر في كتاب الله. ومن أحسن ممن يتدبرون في كتاب ربهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول سبحانه وتعالى: وهذا كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. هنا كما تحدثنا عن الأوراد الستة سابقا، والأوراد 19 أوراد الخلق والحياة، والأوراد الستة أوراد الزمكان أيضا، لأن تلك الأوراد هي في الحقيقة الأوراد الستة على 6 أيام من الأحد إلى الجمعة تعطينا مدلولات حول الأيام، خاصة الأيام. لكن ما رأيكم لو أننا ذهبنا بالتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى على الأشهر والأحداث في الأشهر، في الشهور؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. نحن ها هنا سنذهب إلى 114 سورة، وهي في الحقيقة هي 12 ضارب 9 مع 6. هنا سنتحدث في إعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى، معجزة الكتاب العظيم. هنا لتزدادوا يقينا، خاصة بعد أن تحدثنا في تصحيح التقويم وكبس السنة القمرية بإضافة شهر 13 كل 3 سنوات قمرية. الحقيقة أننا سنتحدث اليوم على السبورة، ثم أننا سنعطي بضعة أمثلة سابقة في حدوثها، ثم بعد ذلك في حلقات أخرى سنأتي على أحداث قادمة إن شاء الله. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. الحقيقة أن على السبورة كما ترون كتبت الشهور والأيام والأحداث في كتاب الله، لقوله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. التداول، علم التداول وعلم الزمكان في القرآن العظيم كتاب رب العالمين. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل: نعم قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا كتاب الحق. هنا سنبدأ في الحديث عن تقسيم 114 سورة على 12 شهرا كما تعلمتها أنا في أسمائها. هنالك أسماء أخرى للشهور، هذا لا يهم، لكن هنالك الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس إلى الشهر 12. سنجد أن سورة الحمد الأولى مثلا تبدأ في الجزء الأول من الكتاب، لأنها في الكتاب 30 جزءا. في كتاب الله 30 جزءا و60 حزبا. 60 حزب هم في الحقيقة بعدد الدقائق في الساعة. نعم،
وهم بعدد الثواني في الدقيقة. نعم، والستون أيضا، والستون حزبا هم أيضا ضارب عدد الشهور 12 في 5 تساوي 60. سنتحدث اليوم لا على 30 جزءا و60 حزبا، لأن 30 جزءا هم بعدد الأيام في الشهر. هنا قسمنا الصور كلها على حساب وعدد الأشهر 12 الشمسية، لأن التقويم في كتاب الله يستند على الشمس، على الحساب الشمسي، التقويم الشمسي. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل أي التعداد والحساب القمري، وجعلنا آية النهار مبصرة أي أصبح التقويم شمسي، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. نذهب بهذا التقسيم حيث أننا سنأخذ الشهر الأول مثلا جانفي يناير، فيه سورة الحمد، السورة 13، سورة الرعد، السورة 25، فال37، فال49، فال61، فال73، فال85، فال97، فال109. 10 صور، لأنك تأخذ رقم سورة الحمد الأولى. نعم، أما الفاتحة، فاتحة الكتاب، فهي بسم الله الرحمن الرحيم، وقد تحدثت في ذلك من قبل. أما السورة الأولى فهي سورة الحمد، هي بداية الكتاب بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه. فهنا سنأتي على سورة الحمد، نضيف لها 12، سنجد السورة 13، ثم نضيف 12 سنجد السورة 25، وهكذا السورة 37، وهي كلها تعني لنا الشهر الأول من كتاب الله. الشهر الثاني الهجري مثلا سنأخذ سورة البقرة، ثم سورة إبراهيم بعدها بعد إضافة 12، ثم السورة 26 ف38 إلى السورة 110 النصر. كذلك شهر مارس الشهر الثالث سنأخذ السورة الثالثة آل عمران، ثم نضيف 12 لنجد السورة 15، فنضيف 12 أيضا إلى السورة 27، فال39، فال51 إلى السورة الأخيرة 111، وهكذا إلى الشهر الخامس مثلا 5 مع 12 تساوي 17، ونحن نذهب هكذا إلى السورة 113، فنجد أن في الستة سور الأولى، الستة أشهر الأولى، سنجدهم تباعا بهذا التقسيم يحملون 10 سور. أما الستة أشهر المتبقية من الشهر السابع إلى الشهر 12، ففي كل بحساب كل شهر هنالك 9 سور. إلى هنا أنتم لحد الآن قد تكونوا قد فهمتم طريقة هذا التقسيم. لنأتي الآن على أمثلة بسيطة، أمثلة سنبدأ بهذه الأمثلة ولن نطيل في هذه الحلقة، لأننا سنواصل في حلقات أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. لنذكر مثلا حدثا من الأحداث تحدثت فيه سابقا وأعدت الحديث فيه، لكن هو حدث سنذكره في هذه الحلقة بحسب التمشي، نعم، أو حدثين أو 3 أحداث. سنبدأ مثلا بحدث نسأل عن هذا الحدث في كتب
اليهود وكتب النصارى وكتاباتهم وما كتبوا، ثم أننا سنعود إلى السنوات الفارطة في سنة 1948. الكل يعلم وأنه في هذه السنة في 15 من الشهر الخامس الشمسي وقع الإعلان عن قيام الكيان الغاصب، كيان إسرائيل الغاصب، في 15 في 15 من الشهر الخامس 1948. كان هذا التاريخ إعلان قيام الكيان الغاصب، الكيان المحتل لأراضينا في فلسطين، هذا معلوم. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة بعينها سميت بسورة بنو إسرائيل في عديد المصاحف، لكن في المصحف العثماني المحفوظ والذي هو أساسا محفوظ بأمر الله سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا، يسمى سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. يتحدث فيه سبحانه وتعالى عن قيام إسرائيل، عن علو بني إسرائيل الأول، ثم شتاتهم، ثم العلو الثاني. متى يبدأ العلو الثاني؟ هذا معلوم عند عديد القنوات وعديد الناس الذين تحدثوا في هذا الموضوع. فهو في الحقيقة لو ذهبنا إلى سورة الإسراء سنجد سورة الإسراء 17 هي لنقل في ورد شهر ماي الخامس. قبلها نجد سورة ماذا؟ الخامسة، هي سورة المائدة التي يتحدث فيها سبحانه وتعالى في خواتيمها عن الحواريين وعن عيسى بن مريم ونزول المائدة. ففي الحقيقة سنعود لهذا التاريخ في الشهر الخامس، وفي أي يوم تحديدا؟ في يوم خميس أيضا، في الشهر الخامس من السنة 33 للميلاد، أي قبل أن يرفع عيسى بن مريم عليه السلام وسنه في 33 نزلت تلك المائدة. فهنا نتحدث أيضا عن نزول المائدة في الشهر الخامس، وهي مثبتة في كتابات المسيحيين واليهود أيضا وفي تاريخهم أن المائدة نزلت في شهر خامس في يوم خميس. كما أنك لو أنك عدت إلى الأوراد الستة ستجد أن سورة المائدة هي في ورد يوم الخميس. نزلت في اليوم السابع من الشهر الخامس في السنة 33 للميلاد، وهو يواتي يوم خميس. ها هنا ستسألني عن التقويم والتقويم السداسي والسباعي. الله سبحانه وتعالى جعل أحداثا في كتابه، إذا اعتمدت التقويم السداسي للأيام أو التقويم السباعي فهنالك توافق، التقاء. هنا سنتحدث عن قيام هذه الدولة، هذا الكيان الغاصب بحسب سورة الإسراء. فأين توجد سورة الإسراء؟ توجد سورة الإسراء في أي جزء من 30 جزءا، وهو بحسب الأيام في الجزء الخامس عشر. نحن نتحدث عن اليوم الخامس عشر من الشهر الخامس الذي هو يوافق سورة الإسراء بنو إسرائيل 15/5/1948. هنا هذه السورة الكريمة بالتقويم الشمسي للأحداث حدد تحديدا، ولذلك اليهود وبنو إسرائيل يحتفلون في هذا التاريخ من كل سنة بقيام كيانهم الغاصب. فالله سبحانه وتعالى
ذكر ذلك الحدث واضحا بحسب القرآن العظيم وتقسيمه على 12 شهرا. هذه ثابتة لا لبس ولا غبار عليها، ولمن أراد أن يتثبت ويسأل ويدرس ما كتبه اليهود والنصارى فليعد لذلك. هنا اكتشفنا شيئا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كيف أننا إذا قسمنا 114 سورة على 12 شهرا سنجد تبيانا لأحداث معينة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم، هذا كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون، وما فرطنا في الكتاب من شيء. نحن لا نتنبأ، نحن ندرس كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي هجرناه لسنين وسنين، والذي لم يعلمونا منه شيئا إلا أن تتغنى به فحسب. هنا نذهب أيضا إلى واقعة أخرى، وهي قد وقعت في الشهر الثامن الشمسي. هنا أحبابي في الله سنجد أن في السنة 1945 في الشهر الثامن تحديدا في يومه السادس ثم يومه التاسع، كان هذا اثنين وهذا يوم خميس 8/1945 قد وقع إلقاء أول قنبلة ذرية على هيروشيما في يوم الاثنين، السادس من الشهر الثامن 1945 الخافضة الرافعة. ثم بعد 3 أيام يوم الخميس التاسع من نفس الشهر 1945 هنا وقعت القنبلة الثانية على ناكازاكي. هم حدثين في الحقيقة. فأنت هنا عندما تذهب للصور الموجودة بحسب الترتيب في الأشهر لشهر أوت الثامن سنجد سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. الله سبحانه وتعالى يحدثنا بهذه السورة عن واقعة. لكن لا ننسى شيئا آخر، وأن هذه السورة هي أصلا في شهر أوت، فمتى وقعت تلك الواقعة كانت في شهر أوت الشهر الثامن. لكن هنا لنسأل متى كان التقويم القمري بحساب الكبس، كبس السنة القمرية؟ كان في 27 من الشهر القمري الثامن. نعم، ذلك بكبس السنة القمرية. لكن في هذه السنة 1945 في آخرها يضاف شهر قمري 13. ها هنا فنحن نتحدث عن الواقعة الخافضة الرافعة. ها هنا بهذا التاريخ في 27. فعندما تعود لسورة الواقعة ستجدها في الجزء 27، أي اليوم 27 القمري. لكن إذا ما عدت لنفس الحدث المذكور في سورة الأنفال لنتلو بضع آيات من سورة الأنفال. السورة الثامنة سورة الأنفال ذكر الله سبحانه وتعالى حدثا من الأحداث ثم أعاد ذكره في السورة 56 وهي تبعا لنفس الشهر الثامن. نذهب لسورة الأنفال ونتلو بضع آيات منها. السورة الثامنة يقول سبحانه وتعالى بعد ذكره للأنفال وما إلى ذلك، يقول بداية من الآية 5: بسم الله الرحمن الرحيم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون للموت وهم ينظرون
إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممددكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إلى قوله سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ذلك العقاب في سورتين الأنفال ويحددهم، بما أن الأنفال سورة الأنفال هي في الجزء 9 من 30 جزءا بعدد الأيام، فنأتي إلى اليوم 9 فنجده ماذا؟ من الشهر الثاني، هو إلقاء القنبلة الثانية على ناكازاكي. هنا أنا أعطيك أشياء وأمثلة، صدق أو لا تصدق، جادل أو لا تجادل. أنا أعطيك بيانات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى كيف أنك إذا ما رتبت الصور بحساب الأشهر ما الذي ستعلمه، كيفما أننا جزأنا الكتاب بعدد 6 أيام فوجدنا إعجازا يتكلم في الأحداث أيضا. نعم، هذا علاوة على الطاقة النورانية وتشبع بالطاقة النورانية والطاقة الكونية. نحن نذهب في الحقيقة رويدا حتى يسهل الفهم لعديد من الناس. هذا ولتعلموا أنكم إذا ما تدبرتم أكثر في كتاب ربكم، إذا ما تلوتم آياته وتدبرتم صور الله سبحانه وتعالى وآيات الله في كتابه بعلم، بحساب، بتدبر، بذكاء، الله يحدث أولو الألباب، فإنك ستعلم أشياء وأشياء نعم ستفيدك في حياتك اليومية، ستفيد الأمة جمعاء. نعم، فهنا سنذهب إلى حدث آخر بعد أن تحدثنا عن الأنفال والواقعة وتحديدهم ليوم من الأيام ولأيام فيها وقائع وقعت بالفعل، فنحن لا نتحدث هكذا جزافا. سنذهب إلى هذا الشهر سبتمبر مثلا، سنجد فيه سورة التوبة. سورة التوبة التي عندما تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ماذا يقول عن سورة التوبة؟ يقول أن سورة التوبة ترادفها وتكملها أو تكون ابنتها الصغرى من السور هي سورة الأحزاب 33. نجد أن في تقسيم السور على الأشهر نجد أن شهر سبتمبر يحتوي في سوره مثلا على السورة 9 والسورة 33. نعم، هنا الله سبحانه وتعالى في الآية 109 و110 بعدد طوابق برجي التجارة العالمي الذي انهدم في 11 من الشهر 9 2001. نعم، 11/9/2001 كان يوم ثلاثاء. أنت إذا عدت إلى ورد يوم الثلاثاء في ماذا؟ في الأوراد الستة، ماذا ستجد؟ ستجد أن سورة التوبة هي في ورد يوم الثلاثاء، وكانت تلك الحادثة يوم ثلاثاء.
أين ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ ذكرها في سورة التوبة. في ماذا؟ في الحزب 21. لكن في أي جزء من الأجزاء تجد سورة التوبة؟ تجدها في اليوم في الجزء 11. ثم أن ترقيم السورة 9 بترقيم الشهر نفسه. ثم أنها في القرن 21 2001 في الحزب 21 إذا ما حذفت الصفرين. نعم، هنا الواقعة واضحة. لنتلو هذه الآيات من سورة التوبة. سورة التوبة والتي في آياتها الأخيرة 109 و110 و111. ثم سنعود للآيات في سورة الأحزاب حتى يتبين لكم أنه الحق من ربكم. هذا كلام موجه لأن هنالك في الحقيقة من كنت أحترمه كثيرا وأقدره من أصحاب القنوات، وأنا في الحقيقة أحترم كل أصحاب القنوات، كل أصحاب القنوات على يوتيوب الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى بكلامه وبأحاديث رسوله، كلهم أنا أحترمهم كلهم، وهنالك العديد فيهم من أحبهم أصلا. لكن جوابا على من سأل ولا داعي لذكره، فكنت في الحقيقة حتى دعوته لأن يساهم لما لديه من مقدار ومتابعين، لكن يبدو أن الأمر كما يقال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فهذا جواب بسيط. كيف للتقويم أن يصحح التقويم؟ هل أخطأ من قبلنا؟ أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون فنتبع ما ألفينا عليه آباءنا حتى وإن كانوا مخطئين. سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، سبحان الذي لا يسهى ولا ينام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على باطل. الباطل فعل، الباطل فعل تفعله يكون باطلا. الباطل فعل تفعله وممارسة تمارسها وعمل تعمله يكون فيه باطل. لكن أنك تخطئ مثلا، أو تجتمع الناس على تقويم أو تحديد شيء ما يرون من خلاله أنه لا يضر إذا ما أخطأوا فيه ولا ينفع إذا ما أصابوا فيه، فكان كل شيء تقدير. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كم من نظريات فيزيائية وعلمية وغيرها سقطت بمرور الزمن وتبين أنها نظريات وحسابيات مخطئة وخاطئة. حتى في الديانات أصلا هنالك من خرج بأشياء ثبت فيما بعد رويدا أنها خطأ. نحن نذهب لنبحث عن الحق من ربنا، وهذا اجتهاد وهذا هو تدبر. يقول سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة، سنبدأ من الآية 107: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الآية حقيقة تنطبق على من يعاند ويتهجم ويشكك بجهل، وغاية ما في الأمر أنه يكسب مشاهدات، يتلقى دولارات وأموال من اليوتيوب قذرات. نعم، مشكلته الوحيدة في عديد أصحاب القنوات، حتى وإن اضطر أن يشتمك وتجاوز حدود اللياقة والأدب والأخلاق ويمسك في كرامتك ويعتدي عليك، المهم أن يجعل من متابعيك يتابعونه لكسب بضعة دراهم بخسة أو دولارات نتنة عفنة. نحن لا نبتغي من غيرنا جزاء ولا شكورا، نحن نبتغي مرضاة الله. إن أخطأنا فمن الشيطان ومن أنفسنا
وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. هذه الآية تنطبق على من يتخذون منابر مثل مسجد ضرار في زمان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنطبق هذه الآية عليهم كما تنطبق على هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا للكفر والتفريق بين المؤمنين، نعم، وبث الفتنة والكذب. لأجل ماذا؟ لأجل سلطان وغايات هم أعلم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية 109 بعدد أبراج البرج الأول. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أنا أقول هذا الشيء من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا أخشى لومة لائم، لا أخشى في الله لومة لائم. نعم، وليقولوا ما يقول. أنا علمت شيئا من كتاب ربي حقيقة ثابتة، نعم، بالتاريخ وبالتقويم وبتصحيح التقويم أيضا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. في التوراة والإنجيل والقرآن. فهذه الحادثة موجودة أصلا ومذكورة بشفرات الكتب السماوية في التوراة والإنجيل، علاوة على أنها موجودة أيضا في القرآن. ولذلك أكثر من 4500 يهودي لم يذهبوا في ذلك اليوم إلى ذلك المكان جرف هار. المهندس الذي بنى الطابقين البرجين، برجي التجارة العالمي، لم يذهبوا لأنهم يعلمون أن في ذلك اليوم تحديدا، وهو في توراتهم وفي نبوءاتهم، هم كانوا يعلمون. إذن يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الآية 111. صدق الله العظيم. تم الميعاد وتم الحدث في هذا الشهر، هو مذكور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. سورة الأحزاب أيضا تذكر في طي آياتها هذا الحدث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأحزاب، سورة الأحزاب هي من سورة ماذا؟ من سورة التوبة أيضا، سورة الغضب الرباني التي لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا أحبابي، حتى لا أطيل عليكم، بإمكانكم أن تعودوا لما تحدثت فيه في هذا السياق. هي كبداية وكتمهيد لنصل رويدا عن الأحداث التي تقع مثلا في الشهر الأول، جانفي مثلا 13، هي ترتيب سورة الرعد، والله يذكر فيها أحداثا إذا ما توازى الحساب بالسورة والجزء ستجد هذه السورة في الجزء الثالث عشر، ولكن ولعل عديد الأحداث التي صارت في الثالث عشر والرابع عشر أيضا من الشهر الأول قد تعطيكم مدلولات أن كل شيء مفصل في كتاب ربنا تفصيلا. ما عليك إلا أن تتدبر كتاب ربك بعلم، في قوله سبحانه وتعالى: ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. بعلم بحساب، لتكن من أولي الألباب، حتى نأتي رويدا بعد أن قمنا في الحلقات السابقة بتصحيح التوافق بين الأشهر القمرية. نعم، فهنا عندما نتحدث عن 11 من الشهر التاسع الشمسي سنة 2001
عن حدث 11 من سبتمبر، نجده يوافق اليوم 21 من الشهر التاسع القمري، ذلك بتصحيح الحساب القمري بالكبس 21 من الشهر التاسع. نعم، فماذا نجد في الجزء 21 نعم من السور؟ سنجدها سورة الأحزاب، وهي في بداياتها أساسا هي في الجزء 21. هذا اليوم 21 من الشهر القمري التاسع بعد ماذا؟ بعد تصحيح التقويم، نجده يتلائم مباشرة مع الأحداث في كتاب ربنا بالتاريخ المحقق فعلا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحق من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان العظيم، سبحانه أنزل كتابا عظيما كله آيات، فيه كل ما كان من قبلنا وما حدث من قبلنا وما يحدث أيامنا هذه وما سيحدث لاحقا إلى قيام الساعة. هنا نحن لا نتنبأ، هنا نحن ندرس الوقائع بعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فليصمت أولئك المجادلين والمجادلون والمجادلة بغير علم ولا سلطان مبين. نعم، سنذهب في الحلقات القادمة إلى أحداث أخرى. فعندما كان بضعة من التنبؤات تشير إلى أحداث ستقع بعينها في أيامها، كان ما يعوقنا حقيقة ويخلط الأمور هو عدم ماذا؟ عدم تصحيح التقويم القمري الذي يرادف بين سورة وسورة، سورة بحساب قمري، سورة أخرى بحساب شمسي، وهكذا. فاتهمونا بالكذب، لكن من كان يستطيع في أوائل حلقات يقدمها للناس أن يبدأ مباشرة بالتشكيك في التقويم الهجري وأن يقول هذا تقويم مغلوط، كان لابد أن نذهب رويدا نعم، مراعاة لدرجات التفكير عند الناس ودرجات الثقافة والتعليم عند الناس، رويدا حتى أنه لم تكتمل السنة الثانية من بعد هذه القناة ونحن نذهب شيئا فشيئا لإثبات الحق رويدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخذ القبلة في اتجاه بيت المقدس، كانت قبلة اليهود في الحقيقة. أما قبلة النصارى فهي في الحقيقة كانوا يعتمدون دائما ما بين المشرق والمغرب، إما في اتجاه الجنوب أو في اتجاه الشمال. لكن بعد ذلك بسنوات الله سبحانه وتعالى أمره باتخاذ القبلة نحو الكعبة. فنحن ها هنا رويدا سنعلم في الأيام القادمة إن شاء الله أحداثا سبقت وأحداثا تقع في أيامنا هذه مذكورة في كتاب ربنا تفصيلا. ما عليك إلا أن تتدبر كتاب ربك وتقرأ قرآن ربك بعلم وبحساب، لأن الله يتحدث كثيرا عن الحساب في كتابه. القرآن العظيم والسبع المثاني تتحدث عن الفرائض في معدل أقل من 10% من كتاب ربنا. 90% البقية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الحياة، يتحدث عن العلم، يتحدث عن المعرفة، يتحدث كيف إذا أردت أن تصبح خليفة لله تخلفه بعلم، بسلطان العلم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. إلى هنا أقف وأقول لكم ملتقانا الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدبروا كتاب ربكم بهذا التقويم، حتى أنك تعرف في طيات
الصور والأجزاء التي هي فيها ستبحث وستجد أشياء يعلمك بها الله سبحانه وتعالى. إلى اللقاء أحبابي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.